السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وفي احسن حال. فيديو النهارده محبب لقلبي ولقلبكم، وانا بستناه زيكم. منتجات خلصتها ورايي فيها، بستنى المنتجات تخلص للاخر وبقول رايي النهائي فيها تستاهل التجربه وان انا اكررها تاني ولا نص نص وفي حاجات افضل منها. فتابعوا معايا الفيديو لاخره ويلا بينا نبدا. عشان الفيديو ما يطولش علينا، اللي هيطلع في ايدي هنتكلم عنه سريعا كده ونقول رايي النهائي فيه. اول حاجه الهاند ووش بتاع بابلز ده، انا مش اول مره اكرره، قررته قبل كده كتير وبجد تحفه قوي، خصوصا الريحه اللي بالفانيلا والوايت مسك. ده كده شكله بجد تحفه، انصحكم بيه. بيطري، ما بينشفش الايد، بينظف الايد كويس جدا كمان، وريحته خطيره، فده حلو بالفعل. جبت غيره لوشن جلايسوليد، من الحاجات اللي انا بعشقها، مرطب هايل جدا كمان، مناسب قوي لبعد الازاله، للحاجات لو انت جسمك حساس او كده، هو مناسب جدا، خصوصا اللي مكتوب عليه كلاسيك ده، لان هو ما فيهوش عطور، والريحه اللي فيه لطيفه قوي، ما بتحسسش الجلد، فبالنسبه لي حلو وسعره كويس جدا، مناسب للناس اللي عايزه مرطبات تكون حلوه وسعرها اقل من 100 جنيه، لان هو تقريبا في حدود 70 جنيه وحجمه 500 مللي، فحجمه كبير قوي على سعره، حلو قوي، بحبه هو وكل العائله بتاعه جلايسوليد. ده كده شكله موجود. البامب بتاعه في اللي من غير بامب، اللي بيتفتح ويتعمل كده، كله حلو، على بقى كله حلو، كل الاشكال بتاعته حلوه، بموت فيه، حلو قوي، انصحكم بيه. الحاجه اللي خلصت معايا هو البايوليب، الغسول بتاع بايوليب ده، قعد معايا كتير قوي، حجمه 200 مللي، قعد معايا كتير قوي من شهر 9 عندي، لاني كنت بستخدم معاه غسول تاني ريحته حلوه، بينظف البشره الدهنيه كويس جدا، لانه فيه ساليسيليك اسيد. بالنسبه لي كان ممتاز صيف او شتاء، حلو قوي، يعني ممكن يكون بينشف سن البشره بس مش قوي، مش بيخليها مشدوده او كده، مع الكريم المرطب بيوازن الدنيا وبيخليها حلوه. من الحاجات اللي لو جه قدامي فرصه ان انا اجربه هجربه، بس انا حاليا بستخدم غسول تاني ممتاز، هكلمكم عنه قريب جدا لانه عاجبني قوي، فده من الحاجات الممتازه اللي ممكن اجربها وممكن لا، بس هو مش وحش خالص. بعد كده من الحاجتين اللي خلصوا معايا، حاجه منهم كررتها قبل كده كتير، الشامبو بتاع لوريال اللي هو اللاين بتاع الهالورونيك، والبلسم بتاعه كمان خلص. الاتنين جربتهم مع بعض، حلوين، ريحتهم حلوه، مناسبين جدا لحاله شعري جاف، كانوا بيطروا الشعر وكمان بيسيبوا ريحته حلوه. انا بعشق كل اللاينز بتاعه لوريال بالنسبه لشعري، بتبقى مناسبه جدا ليه، وكمان الروايح هم مميزين بيها قوي، وانا بعشق الحاجات اللي بتدي ريحه حلوه لشعري، فدول بالنسبه لي حلوين واكيد اكررهم تاني. بعد كده خلص معايا السكراب بتاع نوكس ده، كده شكله. السكراب بتاع نوكس ده هو حجمه صغير بس حلو قوي، ده كده شكله من جوه. هو خلص خالص بس كان تقشيره حلو للجسم، هو عشان حجمه صغير انا كنت بستخدمه بصراحه للايد، للركب، للحاجات البسيطه، لاني لو استخدمته مره واحده على الجسم هيخلص على طول، فانا كنت بستخدمه لاماكن معينه. اكتر حاجه عجبتني فيه بصراحه ان انا كنت بستخدمه كسكراب لايدي، لان هو مليان مرطبات وكمان ريحته عسل قوي، فهو ريحته حلوه وكمان مش بينشف الايد خالص، ولا الحبيبات اللي فيه بتجرح، الحبيبات اللي فيه كانت ناعمه جدا، بالنسبه لي ممتاز قوي قوي، مظبوط جدا. بس بصراحه كرأيي فيه مش هرجع اكيد اجيبه تاني، لان سعره غالي، حجمه صغير، وفي نفس الوقت لما بعمل حمام مغربي بالصابون المغربي بالنسبه لي بيديني افكت اعلى كمان منه، فهو مش، ما اعتقدش ان انا هجيبه تاني، وهو كمان كان جاي لي هديه تبع موقع بشرتي، فبالنسبه لي اكيد مش هكرره تاني، بس هو كان حلو. حاجه خلصت معايا، ودي بصراحه انا استنيت ان انا اخلصه للاخر علشان فعلا اقول الراي المظبوط، عشان لا اكون ظلمت المنتج ولا ظلمت نفسي. هو كريم العين ده من ماتريس سكين، ده كده شكله تمام، ده كده شكله معروف، والكريم ده معروف، حجمه 15 مللي زي اي كريم عين، وهو بامب، هو خلص خالص، ما فيهوش اي حاجه معايا. الكريم ده قوامه خفيف، شبه بالظبط الكريم بتاع ستارفيل، نفس القوام بالظبط، تمام. انا لما بوزعه على منطقه العين هو كترطيب ممتاز لمنطقه تحت العين، بيرطب كويس جدا، لكن انا استحاله هرجع اكرره تاني ولا انصح بيه حد. ليه؟ لان هو اولا بيسبب حرقان للعين مع الوقت، انا كنت يعني عماله اكدب نفسي، لا هو اللي بيعمل الحرقان ده ولا لا، طب هبعد شويه عن اللاين، مع ان كريم العين بيتحط بالصباع ده على العظمه بعيد خالص عن اللاين بتاع العين، ومع ذلك كان بيحرق العين جدا. المشكله دي انا لقيت اكتر من حد بيتكلم عنها، فحسيت ان انا مش لوحدي، يبقى انا معايا حق.
غير كده كمان هو سعره غالي على اللي هو بيديه. هو كريم مرطب، يعني مفيش فيه تحكم في اللاينز مثلا، مش هيعمل حاجه للخطوط، مش هيعمل حاجه للهالات، هو مجرد كريم مرطب. فحرام ان انا ادفع في كريم مرطب للعين 360 جنيه او فيما فوق. وفي نفس الوقت انا شايفه ان ستارفيل هو انسب كريم انا جربته لحد دلوقتي، بجد ممتاز. حجمه 30 مللي وقعد معايا كتير جدا، ترطيبه كان رائع مع اني على غير المعتاد. يعني انا اول ما جربت ستارفيل كنت متخيله ان هو ايه ده، القوام ده خفيف قوي مفيش ترطيب ولا حاجه، كان ترطيبه ممتاز. هرجع اجيبه تاني، هو وبتاع ايفا اللي هو باللؤلؤ اللي هو الاخضر. بجد الاتنين دول احلى كريمين عين انا جربتهم لحد دلوقتي، كسعر وكترطيب وجوده كل حاجه بصراحه. فده مش هرجع اجيبه تاني. كده حاجه خاصه بالشعر زي ما قلت لكم، اللي هيطلع في ايدي هتكلم عنه، مش بنتكلم بالترتيب. هو الماسك او الهير ماسك بتاع الو ايفا اللي بالصبار وبروتينات الحرير. زهقتكم من كتر ما انا اتكلمت عنه قد ايه هو حلو، بيرطب الشعر كويس جدا. حجمه 250 مللي، سعره في ما بين ال 40 وال 45 حسب المكان. هو لو انت تستخدميه على طول هتلاقيه بيخلص معاكي على طول، لكن لو بتستخدميه مع بلسم او بديل ليه هيقعد معاكي شويه. بس هو ريحته لطيفه، بس ريحته الصراحه مش احسن حاجه يعني، بس هو ريحته لطيفه بالنسبه لي. بس ترطيبه ممتاز جدا للشعر. بحس ان شعري مترطب باليومين والثلاثه لحد ما اجي اغسل شعري الغسله الثانيه، فدي حاجه ممتازه على حاجه بالسعر ده والحجم ده، فهو حلو قوي، انصحكم بيه. وبالفعل ده انا قررته تاني. الحاجة اللي للمرة ال50 خلصت وكررتها وعندي جوه منها ستوك تاني هو الشاور جيل بتاع بالموليف ده اللي بالعسل وزيت الزيتون. الاتنين دايما بيبقوا في عروض، بجيبهم ويخلصوا واكررهم تاني وهكذا. بجد حلوين قوي، ريحته حلوة، بينضف الجسم كويس جدا، فظيع. فانصحكم بيه بجد، ده حاجة ما ينفعش ما يكونش عند اي بنوتة. بجد جربوه على ضمانتي، هيعجبكم قوي. الغسول بتاع السنسيتيف اريا من جولد اللي هو ده خلاص ما فيهوش غير حاجه صغيره خالص، بيخلص بيفنش. الغسول ده انا بموت فيه. وكمان قبل ما يبقى فيه الاوديشن بتاع او قبل ما يبقى فيه الاصدار بتاع الفوم كنت بستخدم عادي الجل، بس الفوم ده حلو ان هو بيسهل عليكي الاستخدام على طول، يا دوب بتدوسي وتستخدميه للمنطقه، مش محتاجه ان انت تزودي ميه وتعمليه انت تستني يرغي وبعدين تستخدميه، لا هو على طول سريع. فبالنسبه لي حلو وسريع ومتوفر في الصيدليه، ودايما بينزل عليه اوفرز حلوه جدا، فهو حلو قوي، اكيد هكرره تاني. الحاجه اللي خلصت معايا للاخر وكنت مستنيه ان هي تخلص معايا للاخر عشان اكلمكم عنها باستفاضه، مع اني انا اتكلمت عنه كتير، هو الكابيكسي هير تونيك. الكابيكسي هير تونيك ده عباره عن سبراي كده بيترش 6 بخات، بتعملي فروقات كده في الشعر وترشي على الفروه 6 بخات على الشعر كل يوم، ممكن الصبح وممكن بالليل. ده بيعمل ايه؟ بيقلل التساقط بتاع الشعر. هو بيوعد بكده بيقلل تساقط الشعر وفي نفس الوقت بيعمل انبات للشعر، وكمان الميزه فيه ان هو ينفع للسيدات وللرجاله. انا بالنسبه لي من الحاجات الممتازه كمنتج مصري بيعمل الجوده دي والكواليتي دي، بصراحه انا شايفه ان هو حاجه كويسه جدا. انا طلع لي بيبي هير شويه، حسيت ان التساقط قل، بس انا التساقط رجع لي تاني مش عارفه ليه. ممكن من تغيير الجو، لاني فعلا انا بحس مع تغيرات الجو شعري بيتاثر، لكن هو اثناء استخدامه طول فتره استخدامه كان بيطلع لي بيبي هير ومازال موجود البيبي هير. التساقط بشكل ملحوظ قل، بس محتاج انتظام ومحتاج ان انت تواظبي يعني عليه عشان تشوفي النتيجه، لكن ما تستخدميهوش يوم و10 لا. وبعدين حاجه، لو انت ناويه تجيبيه استخدميه بشكل يومي، وفي اليوم 6 بخات توزعيه تدليك كده عشان يسخن على الفروه، وبعد كده تسرحي شعرك عادي، مش بيتشطف ولا اي حاجه، بيفضل على الشعر. بتغسليه بقى مع الشاور عادي اللي انت هتاخديه، لكن هو كل يوم مش بيتغسل. ممتاز، انا شايفه ان هو كمنتج مصري حلو، بيدي نتيجه كويسه. هيساعد معايا كمان لو انت خدتي تابلت عن طريق الفم، يعني فيتامينز تكون خاصه بالشعر وبالضوافر وكده، هتدي معاكي نتيجه كويسه جدا لشعرك. سعره بيبقى في حدود 375. دايما برضو بينزل عليه عروض في الصيدليات كلها، مثلا هو عليه الكريم، هو عليه خصم، حاجه زي كده يعني، هو وعليه منتج تاني، فهو سعره ممتاز على الكواليتي بتاعته. بالنسبه للكابيكسي هكرره ولا لا؟ مش هكرره علشان عايزه اجرب حاجات تانية، فمش هكرره، لكن هو بالنسبه لي كان حلو مش وحش. كده اللي خلص معايا الكريم اللي هو او السليبنج ماسك من اين الليب
ده كده شكله. ده كان بقاله معايا كتير قوي، بس بصراحه اللي هي الماسكات او السليبنج ماسك هو كريم بيتحط بالليل قبل النوم، بيتحط اخر حاجه في الروتين بتاعي، بيعزز مرونه الجلد وكمان نضاره وبيدي ترطيب اضافي، الجلد بيخليه في حته تانية. وفعلا انا لما استخدمته حسيت بكده، ودلوقتي انا فاتحه واحد تاني اللي هو لونه اخضر، وعندي واحد لونه بينك ستوك، فهم حلوين قوي، انا بحبهم ودايما بستخدمهم، وبحب جدا ارطب بشرتي اخر حاجه في الروتين بيه. ممتازين وكمان سعرهم حلو وبيقعدوا كتير قوي، يعني سعر الباكت ده تقريبا بيبقى ب 50 جنيه وبيقعد معاكي كتير قوي، وممكن تكتفي بيه هو كمرطب ليلي في روتينك الليلي هو بس، مفيش مشكله، هتلاقي ترطيب حلو قوي وسعره وعلى حجمه كويس قوي، وموجود عند صفحه ستريلا. حاجه خلصت معايا بعد كده الكريم ده بتاع يورياج دي بادير، ده كده الفلويد، ده مناسب للبشره الدهنيه والمختلطه المايله للدهنيه، وخلص معايا خالص. كان فيه نسبه حمايه SPF، والله لسه فيه يعني حبايه البامب طلعت، خفيف قوي على البشره بتمتصه بسرعه، وفي نسبه حمايه 15. كان مناسب معايا قوي كترطيب يومي في البيت، الحمايه بتاعته كافيه للبيت لو انت قاعده في البيت، وفي نفس الوقت هو بيشتغل على البقع الداكنه، يعني لو انت مثلا طلع لك حبايه طارقه وسابت اثر، لو انت استخدمتيه باستمرار بيشتغل عليها، لكن لو حبايه او ندبه قديمه مثلا مش هيشتغل عليها، هيبقى الايفكت بتاعه ضعيف. لكن هو مع الحاجه الجديده كان حلو جدا بالنسبه لي. هكرره ولا لا؟ ممكن اكرره لانه عجبني بصراحه، وكان ترطيبه حلو، كمان بيدي مع الوقت تفتيح كده للبشره، فبالنسبه لي هو كان عملي جدا. لو ما جربتش حاجه جديده ممكن ارجع اكرره تاني، ما عنديش مشكله. حاجه خلصت معايا بعد كده هو الهالورونيك اسيد بتاع لوريال، دي تاني علبه اكرره، دي الحجم الصغير ال 15 مللي، قبل كده مخلصه في الاميتز اللي قبل كده كان الحجم الكبير ال 30 مللي. انا حاسه ان بشرتي بتحب جدا الهالورونيك اسيد، يعني انا طول ما انا بستخدمه بحس بشرتي فيها لمعه، فيها نضاره صحيه، في شكل حلو في البشره، تحس كده ان هي البشره شكلها صحي وجلوي قوي طبيعي. فانا بشرتي بتحب جدا الهالورونيك اسيد. بما اني دي تاني مره اقرر او اجرب لوريال اللي هو بالهالورونيك ده، ممكن اجرب نوع تاني من الهالورونيك. انا كنت جربت قبل كده بتاع اليزا فيكا وكان بالنسبه لي ممتاز، فممكن اجرب انواع تانية بحيث ان انا يبقى عندي خلفيه عن باقي السيرمز بتاعه الهالورونيك. لكن بتاع لوريال مش وحش ابدا، حلو ومتوفر في الاسواق وسعره كويس، بس مش مناسب للبشرات الحساسه اللي بتتحسس من العطور، لان هو فيه نسبه عطور. فانا بالنسبه لي هو حلو، بس انا هجرب منتج تاني في سيرمز الهالورونيك اسيد. كده حاجه يعني خفيفه خالص خلصت معايا، بس طلعتها قبل كده في الفيديو بتاع حاجات اقل من 100 جنيه وكانت الكواليتي بتاعتها كويسه. هو نوع القطن ده اسمه فيلفت، حلو قوي، ماسك نفسه، القطنه ماسكه نفسها. 100 واحده بتقعد معايا 45 جنيه، بيقعد معايا كتير للمانيكير للميك اب لكل حاجه، بجد حلو قوي وانصحكم بيه، عجبني واكيد هكرره تاني. من الحاجات برضو اللي خلصت معايا هو حمام الكريم اللي هو ايفا اللي بالكرياتين ده، حجمه 200 مللي وخلص برضو معايا خالص. انا شايفه ان هو حلو وعجبني وكل حاجه، بس بالنسبه لي بتاع ايفا برضو اللي انا كلمتكم عنه في اول الفيديو ده بالنسبه لي احلى منه، لان ده هو ترطيبه كويس وكل حاجه، بس مش يعني بعد تجربتي لده او ده، يعني انا كنت بقول على ده كويس جدا. لما جربت اللاين بتاع الو ايفا اللي هو لسه موريه لكم من شويه ده، حسيت ان ترطيبه اعلى وباين قوي على شعري اكتر من ده، فعشان كده قلت لكم عليه. يعني هو ده ارشح ده عن ده بالنسبه لتجربتي، يعني انا جربت الاثنين، بالنسبه لي ده احلى من ده بكتير، مع ان ده برده بيرطب، بس ده ترطيبه اعلى بالنسبه لشعري، وان هو جاف يحتاج ترطيب قوي، فده بالنسبه لي احلى وارخص. لكن ده كان فوق ال 100 جنيه تقريبا وحجمه 200 مللي، لكن ده 250 مللي. الكحول ما بستغناش عنه دايما، كل ما بيخلص بجيبه. الكحول اللي خلص معايا كان من براند اسمها فريده، حلوه قوي متوفره في الاسواق. ده انا دايما برشه قبل الشفره، قبل استخدام الشفره على الازاله، يعني قبل استخدام اي حاجه، اداه، قصافه، اي حاجه لازم نرش كحول كده، بيعقم الحاجه وبيخليها نظيفه. فانا بصراحه ما بستغناش عن الكحول، بعد ما بغسل فرش الميك اب برش عليه كحول، بعد ما بغسل القمشات برش عليها كحول، كل حاجه برش عليها كحول عشان اضمن نظافتها وتعقيمها. فهو بالنسبه لي لا غنى عنه، وهكرره ان شاء الله، بس ممكن اي نوع عادي، يعني المهم ان هو يبقى فيه كحول.
الكحول. خلاص دي كانت زي مخمريه صغيره كده او زيت عطري صغير كنت بستخدمه او وريتهولكم قبل كده في الروتين، بحط منه على الصوابع كده وببدا ان انا اعمل بيه حوالين الودان، بتفضل الريحه ثابته طول اليوم خصوصا بعد الشاور، بتبقى الريحه كده نظافه وثقه بالنفس، فهو حلو قوي ان انا بستخدمه الاستخدام ده، وممكن احط منه هنا برضو بيدي ثبات وريحه حلوه. الاخيره خلصت معايا هو الجيلي واو ده من شي جلام، ده كده شكله حلو قوي يستخدم كمرطب للشفايف، حلو. بس لو شفايفك تعبانه ما تعتمديش عليه كترطيب، هو بيرطب بس نسبه بسيطه. حلو قوي لو اتحط على روج مات، بيديله جلاسي كده وبيبقى خطير وشكله حلو قوي. حلو جدا لو استخدمتيه لوحده، انا كنت جايبه اللي هو الشفاف ده، لو استخدمتيه لوحده على الشفايف بيدي لمعه طبيعيه كده وصحيه حلوه جدا، هتعجب البنات يعني. فده انا ان شاء الله هكرره لانه عجبني جدا، وانا بحب احساس الجلاسي وان الشفايف تكون بتلمع كده، فعجبني قوي، وكمان اللمعه بتاعته قويه فحبيته قوي، وكمان ريحته لطيفه قوي عايزه تتاكل. اخر حاجه معايا في البوكس خلاص خلصنا هو يوفي برو، اللي هو دي كانت سامبل كده جايالي من سان بلوك بتاع حياه. بالنسبه لي القوام بتاعه نفس بالظبط القوام بتاع كولاجرا، فبالنسبه لي هما الاثنين واحد في الحمايه وفي التركيبه، في امتصاصه على البشره وكل حاجه. هو بصراحه مخصص للبشره الدهنيه، فهو سريع الامتصاص على البشره، ما بيعملش دهننه كده، بس حاسه ان هو او كولاجرا حمايته محتاجه يجددوا باستمرار، يعني طول ما انت قاعده في الشمس او بتتعرضي للشمس يتجدد كل ساعه مش كل ساعتين زي الحاجات اللي هي بتبقى الحمايه بتاعتها اعلى شويه. فبالنسبه لي هو حلو، بس انا مش حابه ان انا اجرب الحجم الكبير، انا حابه ان انا اجرب اصلا منتج تاني. بس كده دي كل الحاجات اللي انا خلصتها ورايي فيها بكل صراحه، حاجات تستحق فعلا التجربه وهكررها، وفي حاجات لا وغاليه على الفاضي. فيا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو تاني جديد قريب. مع الف سلامه.